هذه فاطمة بنت يتيمة، فقدت والديها وهي صغيرة جدا في 5 من عمرها. عاشت عند خالتها رحمة في قرية بعيدة عن قريتها. رغم ظروفها القاسية ورغم فقرها، حاولت أن تمنح لفاطمة كل الحب والحنان الممكن، لكن فاطمة كانت تحمل سرا صغيرا، علبة خشبية قديمة ورثتها عن أمها حسناء، فيها رسائل قليلة كتبتها أمها قبل رحيلها. كل ما شعرت فاطمة بالحزن والوحدة فتحت تلك العلبة وتقرأ إحدى الرسائل. وفي يوم من الأيام وجدت فاطمة ورقة مصفرة بين الرسائل ولم تراها من قبل. كتب فيها: يا بنيتي فاطمة، إذا وجدت هذه الرسالة يوما ما فتذكري أنك قوية بما يكفي لتحقيق ما تتمنينه، حتى لو كان العالم صدك. لا تخافي من الوحدة، فأنت نور فوق الأرض يا بنيتي. كانت رسالة قصيرة لكنها غيرت حياة فاطمة. منذ ذلك اليوم قررت فاطمة أن لا تبقى في الظل. بدأت تتعلم وتعمل وتجتهد رغم كل الصعوبات. كبرت فاطمة وصارت تعرف في قريتها بالبنت التي لم تعرف الفشل في طريقها. وفي يوم من الأيام كانت فاطمة في مؤتمر صغير لتشجيع فتيات القرية، كل واحدة قالت كلمتها. جاء دور فاطمة، قالت جملة بقيت في عقول الجميع: أنا لست قوية، أمي هي من علمتني أن أكون قوية حتى لو كانت ميتة. بكيت القاعة بأكملها، لأن القوة الحقيقية لا تأتي من الدنيا. القوة الحقيقية هي التي تأتي من الحب، ولو كان مختوم برسالة قديمة. إذا أعجبتكم القصة لا تبخلوا علي بلايك وتعليق والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.